اليوم شنو صار منطقة ديالى؟ ان شاء الله اليوم بعون الله تعالى تم افتتاح طريق السعديه جلولاء، وتحررناها من ايادي دواعش اللي كانت هم محتليها عن طريق 3 محور عن طريق جمانة الصغرى، وعن طريق محور عن طريق جلولاء، ومحورنا عن طريق المحور الثالث اللي هو قلب الهجوم اللي هو معسكر كوبرا. تم تحريره بحمد الله تعالى وبجهود الحشد الشعبي والجيش العراقي والطيران ومساندة اخواننا من ابناء العشائر بحمد الله، وساعدناهم وولوا هاربين من هذه المنطقه. زين الحمد لله واشكر رب العالمين، تقدمنا مستمر واخذنا المنطقه باكملها اللي هي يسموها جمانه الصغرى وجمانه الكبرى، وقعدنا ونصبنا واخذنا مواقعنا لحد الان. اخواننا هناك صامدين والحمد لله اشكر، معنوياتهم عاليه والامدادات مستمره. ولحد هذه اللحظه ماكو اي مقاومه من عندهم. كانت عندنا مقاومه شرسه ساعه الذروه هي اللي ساعه تقريبا بالوحده ونص كانت اكو مقاومه من عندهم، ولكنهم الحمد لله اشكر بجهود الحشد الشعبي والابطال من الجيش العراقي سحقناهم ولوا هاربين الى المدة ثانيه. واحنا ان شاء الله متوسعين بالمنطقه مالتنا اللي يرجعون العوائل الى بيوتهم. نتمنى هذا الشيء انه يرجعون على مود مرتاح ان هم يمسكون وسط الحالي يدفعون المركز مال جمانه مركز الشرطه ان شاء الله من اخوان الداخليه. نعم. زين شنو كان دور انصار عقيده بالضبط؟ انصار عقيده هي كانت مشتركه ولواء الكرار منظمه بدر. زين الحمد لله كان محورنا محور كلش مهم وجدا فعال اللي هو معسكر كوبرا. اهم المحاور هو هذا معسكر كوبرا، كان عندنا بعرفه انه متحصنين به تحصيل تام. الحمد لله واشكر السرايا قامت بواجبها على اكمل وجه. نعم. المعسكر عباره عن كانت سكن عسكريين الدواعش، وعند انسحابهم عند دخلنا لقيناها مفخخ عن بكره ذي، يعني بالعبوات زارعين العبوات هم شغلهم عبوات وقناصه، يعني واجهونا مواجهه قناصه اليوم بالعبوات. المعسكر عباره عن كل صبه كونكريتيه جواها عبوه، والشوارع كلها عبوات، بس بجهود السرايا وجهود الجهد الهندسي الحمد لله واشكر فككناهن بقينا نمشي متقدمين لحد ما وصلنا السعديه وهي الجمانه الكبرى اللي هو هذا المحور كلش كان مهم، وثبتنا لحد الان تقريبا بالمقاتلين الموجودين بالمعسكر كوبرا. لحد هذه اللحظه معسكر جنود الحشد الشعبي ومركزين بمعسكر كوبرا، وامامهم تقريبا 5 كيلوات عن معسكر كوبرا اللي هي منطقه السعديه اللي هي منطقه جمانه الكبرى. والحمد لله واشكر منتشر على كافه الحدود بين السعديه وجلولاء اللي هي هاي المحور، وان شاء الله مستمر متقدم قوات الخرسانه عن طريق جلولاء، مستمرين تفريج جلولاء تامه ان شاء الله. باكر يعني بكل الاحوال قبل الظهر احنا مكملين جلولاء، بقت جلولاء 3/4 حريقه جلولاء الحمد لله واشكر رب العالمين. الحمد لله. زين جثثهم شنو يعني هو قتل من عندهم؟ الجثث سبحان الله ابغى لك تقول يعني الظاهر هم ما يريدوا يبقون جثث على مود تكشف شنو جنسياتهم، بس الحمد لله واشكر يعني قدرنا نحصل على تقريبا 35 جثه من عندهم ما يقدرون بها لان كانوا متوغلين بالثلاثه ما ينقلون هاي المنطقه الوعره اللي هم كانوا وياهم ما ينقلون هاي المنطقه، بس منتهين بهذا المكان لهذا بس ثم مرمهم موجودين حد جثثهم وهي الوديان والجبال. نعم. زين شنو قصدك يخفون جثثهم يحرقوها يعني؟ لا ما يحرقوها ياخذوها يدفنوها بمكان مناطق يعني ما نقدر نتعرف عليهم وين دافنيها، على مود ما تكتشف جنسيتهم شنو جناسيهم، اكثرتهم الجناسي العربيه والغربيه. نعم. زين سرايا العقيده شنو قدمت شهداء جرحى؟ الحمد لله واشكر فضل رب العالمين. لا ما عندنا غير بس اليوم جرحى 2 اصابتهم خفيفه لله الحمد، بس من جماعه اخواننا المقاتلين قوات بدر لواء الكرار عندنا شهداء الله يرحمهم برحمه الواسعه ان شاء الله يسكنون فسيح جناته. الله يرحمهم ان شاء الله. الله يرحمهم ان شاء الله، وعلى دمهم هذا هو الانتصار يعني كله يرجع لهم.
نعم. والدمم البحار هذا كل هذا الشيء هم يروحون دائما للشهداء. نعم. أكيد. نعم. رحم الله والديك. الله يحفظك. الله يسلمك. والدك يا حبيبي. يا الله سلام. يحفظك يا حبيبي. الله يسلمك.